اكثر المدراء نجاحا وفاعليه هم اللي احنا بنسميهم الديمقراطيك ليدرز، او الناس اللي بتسمع للاخرين مش اللي بياخدوا قرارات من دماغهم. وبالتالي المدير هو شخص مسؤول عن نجاح او فشل المؤسسه، ولكن هي مش مسؤوليه وحيده، يعني هو معاه فريق عمل، وبالتالي ان النجاح مسؤوليتنا كلنا مش بس مسؤوليه المدير. ولكن المدير هو اعتبره زي المايسترو اللي بيحرك فريق العمل. اعتبر ان المدير القبطان بتاع السفينه اللي بيحرك السفينه في البحر، هو ده المدير. بس هو في الاخر مش بيقود السفينه لوحده، ده معاه فريق معاون، ده معاه فريق عمل. المدير الناجح اللي يفكر في نجاح الناس اللي معاه. المدير الفاشل اللي يفكر في نفسه فقط. ليه؟ عشان نجاح المؤسسة من نجاح المدير. وبالتالي لو كلنا نجحنا المدير بالتبعية هيكسب مكاسب مادية ومعنوية، ولو كلنا فشلنا للأسف المدير هيموت في المؤسسة.